السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحه لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كتشوفوا هذا لا فيديو وانتم في احسن الاحوال ديالكم. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديال التلويه ديال الباستيله ديال الدجاج. هنايا كنعمل اللوز مهم محمص، لا مقشر، في نفس الوقت مقلي مطحون مزيان. من بعد غادي نضيف عليه سكر كلاصي، وعاد غادي نعمل فوق منه شويه د القرفه. هذه حيت انا عملتها في القاع، حيت باقا غادي نقلب. اما بالنسبه للناس اللي ما غادي يقلبوهاش غادي تبقى الباستيله ديالهم كيف ما هي، بلا ما يعملوا اللوز هو الاخراني. انا عملته في القاع حيت بغا نقلب باستيله. هنايا كنعمل القرفه كتبقى على حسب المذاق. الكاين اللي كيعجبو المذاق ديال القرفه قوي كيعمل كميه كبيره، واللي كيعجبو غير شويه كيعمل غير شويه. هنايا عملت الورقه ديال الباستيله اخرى، دهنتها بالمرق ديال الجداد. هنا كندهنها مزيان. من بعد غادي نزيد الدجاج وعملت فيه شويه ديال اللوز، خليته كنت وخلطته كامل مع بعضيته. ها هو انا كنخلطو هنايا. الدجاج عندي منقي من العظام، مصفي من المرق، داك المرق ديالو كامله مصفيه. التوابل ديالو معروف، اللي بزار، الخرقوم، شويه ديال القرفه، الزعفران، شويه ديال السمن. المهم الطريقه ديال الجداد مطيبه عاديه. هنايا الدغميره صفيتها عاد عملتها في الطبقه. هاي انا صفيتها عاد عملتها فوق، عملت ورقه الباستيله اخرى، عاد عملت الدغميره من فوقي. هاي انا زيدت عاوتاني المره الثانيه الجداد، الطبقه الثانيه. عملت الطبقه الاولى وعملت فوق منها التغميره، عاوتاني عملت الدجاج المره الثانيه. هذه هي اللي غادي تكون عندي في القاع، واللوز غادي يجي في الوجه. كذلك اللي ما كتعجبوش الحلاوه بلا ما يضيف السكر كلاصي يخليها كيف ما هي، ولكن اللي كتعجبو الحلاوه يعمل السكر. ها هي تاني كنعمل القرفه. اللي غادي يطيب الجداد بالقرفه بلا ما يزيد يضيف القرفه فوق الجداد. ها هي الدغميره عاوتاني كنرش عليها الدغميره. ضروري تكون مصفيه باش الباستيله ديالكم ما تجيش مفزكه ومطخطخه، ما تجيش لذيذه، تجي فازكه. من بعد غادي نبدا نلويه. هذه الطريقه ديال التلويه بريستيج، هذه باستيلا بريستيج ديال الدجاج. هانتوما مع الطريقه ساهله، ماشي شي حاجه صعيبه صراحه. خاصها شويه ديال التركيز. هانتينا ملويه باستيلا ديالك. وكاين اللي كيبغي يعملها بالورقه ديال الفيلو، بحق شنو الورقه ديال الفيلو كتجي صعيبه للتعديل، خاصك غير بشويه بشويه بشويه، بحق هي كتجي حسن بزاف، ولكن تماره فيها. هي الطريقه سهله ماشي شي حاجه صعيبه. هذا هو اللي غيكون عندي في القاع، يعني ما يكونش ظاهر. هاي انا كنزيد لها الورقه ديال الباستيلا مفزكه بالماء بالمرق ديال الدجاج.
صافي دابا غادي ندخلها للفران. من التحت والفوق، حيت الفران ديال الضو كنطيبها من التحت ومن الفوق على 180 درجه. فحال غادي نطيب انا بالفرفاره. صافي هيدا كنزيد باش تشبر مزيان التعميره ديالها باش ما تخرجش كاع داكشي. كنزيد لها الورقه. كندهن اللاطه ديالي بشويه د المرقه، وغادي ندخلها نفرن. عينه قلبتها. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو يكون عجبكم، والطريقه ديال التسلويه ديال الباستيله تكون عجبتكم. واذا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، واللي ماشي مشترك في القناه ديال حياه الاخوات يشترك. وشكرا لكم بزاف، والى فيديو مقبل.